الأب خلص على ابنه الوحيد بسبب الفلوس، لا عمل حرمة لشهر رمضان ولا خاف من القانون وعقاب ربنا. ما صدق ابنه رد عليه، قال كلمتين وقام طعنه في بطنه وجاب اللي فيها في الأرض. مين هو الأب وابنه دول اللي الدنيا كلها مقلوبة عليهم في مصر الجديدة؟ وإيه حكايتهم الصعبة اللي خلت الكل يعيط عليها؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. واقعة تبكي الحجر، أب خلص على ابنه ضناه الوحيد بسبب خلاف على الفلوس في نهار رمضان في مصر الجديدة. الاتنين كانوا شغالين مع بعض بيمسحوا جزم، كل واحد فيهم في شارع مختلف بس المنطقة واحدة. الأب بتكون عينيه على ابنه طول الوقت، عارف مين رايح له وشغال بكام، وأي حركة الابن حرفيا بيعملها بيكون عند الأب علم بيها، وتقريبا هو ده سبب الخلاف. الابن النهارده كان عامل شغل كويس وربنا كرمه والناس كانت بتراضيه، يعني الكل بيديله بكرم، مراعيين إن احنا في شهر رمضان وخلاص كلها يومين وداخلين على عيد ومصاريف، والولد طبعا محتاج يصرف. المهم ان في نص اليوم كده الاب راح لابنه، كان عايز ياخد منه ايراد اليوم، بس الولد ما كانش موافق، كان عايز يخلي جزء من الفلوس معاه يجيب له طقم ولا حاجه يلبسه في العيد. ما هو الولد ده الله يرحمه كان طفل صغير، كان عمره 14 سنه وكان نفسه يفرح زيه زي غيره من الولاد اللي في سنه، بس طبعا دلوقتي ما تجوزش عليه غير الرحمه. ابو الواد كان رافض بشده انه يديه اي جنيه من ايراد اليوم، وكان عايز ياخد الفلوس كلها في جيبه، ولا همه الولد يجيب لبس جديد ولا يفرح ولا اي حاجه. بس الولد الله يرحمه كان متمسك جدا انه ياخد اي فلوس، فكلمه من هنا على كلمه من هنا مسكوا في بعض، والاب طعن ابنه في بطنه وجابه في الارض. فالولد بقى الله يرحمه انتقل طبعا للرفيق الاعلى، ودلوقتي الشرطه قبضت على الاب وحاطاه في الحجز لحد ما يتعرض على النيابه هي تحقق معاه في الواقعه وياخدوا الاجراءات القانونيه السليمه. ما هو خلاص كده اتعمل له قضيه، وكل اللي شاف الواقعه وحتى كاميرات المراقبه اللي كانت في الشارع هيتم الاستعانه بيها علشان تتثبت في القضيه، والاب يتحاكم محاكمه تليق باللي عمله في ابنه في شهر رمضان اللي احنا فيه. لحد هنا ونكون وصلنا لنهايه الفيديو، لكن في النهايه قولوا لنا، هل كنتوا تتخيلوا في يوم من الايام انكم تشوفوا او تسمعوا عن جريمه بالشكل البشع ده؟ اب يخلص على ابنه علشان عايز يصرف من فلوسه اللي هو شقيان وتعبان فيها. الله يرحم الولد ويرزقه الجنه، ادعوا له ربنا يرحمه في الايام اللي احنا فيها دي. يا ترى لما يتحول للمحاكمه ممكن القاضي يحكم عليه بايه بعد اللي عمله في ابنه؟ يا ترى هيكون مصيره عشماوي ولا عشان ابوه هيكون الحكم اخف باعتباره الوصي عنه؟ اكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات، وايه العقوبة اللي يستاهلها الأب في القضية دي. كمان شاركونا برأيكم عن الأسباب اللي بتخلي الوقائع اللي زي دي تحصل في المجتمع بتاعنا، من بنت بتنهي حياة أمها لغاية أخ يخلص على أخوه، والمفاجأة اللي كانت في إن أب ينهي حياة ابنه. اكتبوا لنا في الكومنتات شايفين ايه اللي بيتسبب في الوقائع اللي زي دي كل يوم والتاني.